من كام يوم جارتنا خبطت علينا. اليوم ده ماما ما كانتش في البيت. استغربت، قلت لها ايه يا طنط، محتاجه اي حاجه؟ قالت لي لا يا بنتي، انا عايزه اقعد معاكي شويه. قلت لها ماما مش هنا. قالت لي لا انا عاوزاك انتي. قلت لها طيب تعالي اتفضلي. فضلت تتكلم معايا كتير في كلام غير مفهوم، ما كنتش فاهمه هي عاوزه ايه ولا بتتكلم في ايه اصلا. قالت لي معلش يا بنتي هاتيلي كوبايه ميه علشان انا عطشانه. دخلت جوه المطبخ علشان اجيب لها كوبايه ميه زي ما طلبت. خرجت على طول ما اتاخرتش، لان بصراحه ما ببقاش مطمنه وحد غريب في البيت. اتصدمت لما لقيتها دخلت اوضه امي وبترش حاجه غريبه على السرير. رجعت تاني المطبخ وكنت خايفه قوي اخرج لها. خرجت واديت لها كوبايه الميه وانا برتعش حرفيا. فضلت قاعده معاها شويه وهي قالت لي همشي انا بقى يا حبيبتي وبجيلك في مره تانية ومامتك موجوده. اول ما ماما جت قلت لها جارتنا فلانه كانت عندنا. قالت لي ايه اللي جابها، ما هي شايفاني وانا خارجه. جيت علشان احكي لها واقول لها اللي انا شفته، ما قدرتش اتكلم، حسيت ان لساني مربوط. وكل لما باجي احكي لامي لساني يتربط ويغمى عليا. انا لسه منفصله من كام شهر. عندي بنوته عمرها سنه. باباها ما بيسالش عليها ولا حتى بيبعت لها مصاريف. بعد ما انفصلت اتقدم لي ناس كتير قوي، بس انا كنت برفض خوفا على بنتي. امي قالت لي بنتك صغيره، لما هتكبر وتروح المدرسه هتبتدي تسالك يا ماما فين بابا، وانتي عارفه ابوها ربنا ينتقم منه عمره ما يسال عليها. اصل نسيت اقول لكم ان سبب طلاقي هي بنتي، لانه ما بيحبش البنات. من كام يوم اتقدم لي ابن خالة طليقي. طبعا هو شخص محترم وكويس جدا لكن ما بيخلفش. لما عرف ظروفنا وعرف ان جوزي رمى البنت ومش عايزها اصلا، قال ليه مكسبش فيها ثواب وهتبناها. فعلا هو جه وكلمني وقال لي يا بنتي انا هعتبرها اكتر من بنتي، انتي عارفه ان انا نفسي يبقى ليا طفل او طفله، لكن ربنا مش رايد، يمكن ربنا يكرمني على ايدك انتي والبنت دي. امي قالت لي يا بنتي ده مناسب ليكي وكويس قوي وكمان بيسافر ودخله حلو. بس صاحبتي عماله تخوفني وتقولي انت كده هترجعي للقرف تاني، يا ريت تقولوا لي اعمل ايه.